انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر بالتتويج ال 39 للنادي الأهلي على حساب غريم التقليدي لنادي الزمالك. في مباراة يعني بالنسبة لي أنا، سيبك من الأهلي وسيبك من السيناريو الجامد وسيبك من الجونين وإمام عاشور وقفشة، وإن أنت لو قاعد بتكتب السيناريو مش تكتبه كده، وهم ذات نفسهم الاتنين مش هيكتبوه كده. بس النهارده سيبك من الاحتفالات، سيبك من كل حاجة، تتكلم كورة. الأهلي ما لعبش النهارده، من وجهة نظري البسيطة جدا الأهلي ما لعبش. الاهلي كسب المباراه بس. هتقولي طب الزمالك ما عملش عليك الخطوره، الزمالك لعب مقارنه بيك تمام، لكن ككوره ماتش اقل من التوقعات النهارده خالص. تشكيله اقل من التوقعات من كولر. ما فهمتش حته ليه بتبدا بندفيد النهارده. يعني انا كانت ماشي، ابدا بندفيد مكان السوليه او ابدا بالسوليه مكان ندفيد عادي. بس مروان عطيه كده كده. أه الحته بتاعت الحته اللي قدام منعم و... وربيعه، دي حته مروان عطيه. الشوط الاولاني جت عليك الكوره بتاعت زيزو، ولحد ما مروان عطيه نزل الحته دي كانت فاضيه عندك. وما حسيتش النهارده الاهلي في شكل ان اقدر اقول لك طلع بالكوره بطريقه ايه مش عارف ايه الوينج بيت، لا مفيش اي حاجه من الكلام ده كله. النهارده انا شايف عشوائيه وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. رامي ربيعه كوره يلعبها حلوه، كوره يلعبها وحش. عبد المنعم كوره يلعبها حلوه، كوره يلعبها وحش. اللي كان الى حد ما يعني هما بالنسبه لي ثلاثه لعيبه كده بالترتيب. شوبير طبعا، يعني شوبير النهارده كان كويس جدا. انا النهارده والله مش قلقان عليه اساسا، ان انا عارف ان ده حارس منتخب مصر وده حارس النادي الاهلي اساسا اللي جاي يعني. تحتيه شويه علي معلول، تحتيه السوليه. الباقي كله بالنسبه لي النهارده كان زي بعضه باستثناء لاعب واحد هو اقل منهم، محمد هاني بالنسبه لي. انا سيبك بقى من الفوز وسيبك بقى من نشوه الانتصار والكلام ده كله. انا عايز اعرف في ايه، انت بتعمل ايه؟ مصطفى شلبي مع احترامي ليه وينج جاي من انبي، مهاجم وينج كويس جدا. مفيش كوره خدتها منه. مفيش كوره حرفيا خدتها منه. انت طب يا جماعه، يعني عمر كمال عبد الواحد اللي بيبدا هتقول لي اصل عمر كمال عبد الواحد ما بيهاجمش، هو اصلا وينج. طب ما هاني ما بيهاجمش كويس، والدفاع لو ده دفاع ده اي حد هينزل يدافع مكانه. لو كولر نزل هيدافع احسن من محمد هاني. تمام. قدام انت ماشي، انت فكر الكهرباء النهارده مش فاهم انت بتبدا بالكهرباء ليه. بس الكهرباء معزول. كهرباء النهارده ما جاتلوش حاجه. حسين الشحات وتاو انا مش هقدر اقول لك هم عملوا ايه اساسا. ما حدش فيهم جات له حاجه اللي هو اقول لك انت ضيعتها ازاي، وفي نفس الوقت برضه هم غلطتهم. انت اللي المفروض بتخلق المساحه لنفسك كوينج. كهرباء اللي ما لوموش لكن حسين الشحات وتاو لا الومك. تاخير التبديلات بالنسبه لي المباراه دي كان الزمالك مش هقول احق بيها، لا احق بيها مقارنه بيك. مش احق بيها كلاعب الزمالك، يعني الزمالك النهارده لعب كويس مقارنه باللي انا كنت متوقعه للزمالك. لكن ككوره عامه النهارده كانت مباراه قليله جدا فنيا. تنظيميا كانت كويسه جدا. مش شايف ان التصوير يعني النهارده كان رائع. انا حاسس ان بتفرج على تصوير فيلم مش بتصوير ماتش. تصوير الكوره ليها حاجه وتصوير الفيلم ليها حاجه تانية. تمام. تنظيم كويس جدا. هو في شويه بس بهرجه قبل الماتش، ورونالدو الظاهره وتوتي ومورينيو ماشي. اوكي موسم الرياض يعني انت النهارده سيبك بقى من ان هو ماتش نهائي كاس مصر وموسم الرياض بالنسبه لهم في السعوديه. لكن النهارده انا بكلمك اهو، كسبنا. امام عاشور سيناريو كويس جدا. سيناريو انت ما تتوقعوش نفسك لو بتكتبه زي ما قلنا. لكن انت النهارده بتتكلم الاهلي كانت من الماتشات القليله جدا للعيبه للمدرب لكله. طبعا محمد هاني كده كده اتكلمنا. محمد هاني اي وينج عنده الف ب كوره هيدخل يرقص محمد هاني، ده كده كده يعني احنا متفقين على الموضوع ده. لكن النهارده لا، الاهلي كان فيه احسن من كده ممكن يقدمه. وفرقه الزمالك الحاليه اللي كانت بتلعبك النهارده بالاداء اللي انا بقول لك ان هو كان احسن من الاهلي، لو انت بتلعب الاداء العالي كنت اديتها ثلاثه عادي يعني اربعه. لكن انا شفت النهارده هرجله في الملعب، فركشه في الملعب. شفت فرقه الزمالك بتضغط عليك. انا ما شفتش فرقه الزمالك دي بتضغط عليك بقالنا زمن. الزمالك لما كسبك السنه اللي فاتت في الكاس ما كانش بيضغط عليك الشوط الثاني. شفت فكره ضغط عليك. شفت في لاعب بينزل يستلم الكوره ويرقص واحد على واحد. انا ما كنتش بشوف الحته دي مع الاهلي. في بعد من المساحات، تحس خط الدفاع في حته، نص الملعب في حته، كهربا والوينجات بقى في حته، وكهربا في حته ثالثه اساسا مش بلومه عليها على فكره، انا بلوم اللي بيوصل له الكوره. تاخير التبديلات مروان عطيه فوز كويس جدا للنادي الاهلي، فوز معنوي. لكن ككوره يعني محتاجين شويه تركيز كده من كولر في حته. النهارده انا شفت ان انت ما قدرتش الماتش خالص صح خالص. مروان عطيه كان لازم يبدا الشوط الثاني من البدايه خالص. بين الشوطين كان مروان عطيه كان لازم ينزل. بس والف مبروك لجمهور النادي الاهلي. مباراه مش هقول مباراه كويس، فوز كويس للنادي الاهلي.
فوز على غريمك التقليدي، دفعه معنويه، والزمالك كان بدعم فرقته. انت برضو هديت اهدوا اهدوا، انا لسه الاهلي زي ما انا كبير افريقيا. انا ما دعم، هات عبد الله السعيد، هات ناصر ماهر، هات كل اللي انت عايزه، انا برضو كبير افريقيا ولسه زي ما انا، حتى وانا بلعب وحش النهارده انا برضو كبير افريقيا. انا برضو اي حد هكسبه باي اداء ليا. قلنا الاهلي النهارده الاهلي ما كانش حلو، بس خلينا نقول يعني الى حد ما المباراه دي تكسب ولا تلعب، مع ان الاهلي طول عمره معودنا بتكسب وبتلعب وعلى اي حد في اي فريق في اي دنيا. لكن النهارده ماشي، تعدي تعدي زي ما قلنا. عمر كمال عبد الواحد مكان محمد هاني، مروان عطيه معلش ما فيش حد يقعده في مصر، تمام. وحته شويه التركيز مع الونجات، التركيز مع اللعب. النهارده ما شفتش الونجات في رضا سليم. وبرضه ما ننساش برضه الغيابات يعني. وعلى فكره رامي ربيعه النهارده كمباراه دفاعيه بس كان كويس جدا. طلوع بالكوره، كوره او كوره لا، كوره او كوره لا. محمد عبد المنعم لازم نهدى شويه، نهدى. كوره بتتلعب حلوه ولذيذه وانت بتلعب حلو، فبلاش الاوفر في اللعب، عشان لو اتقطعت منك في مره المدافع حارس المرمى غلطته بتفضل فاكرها طول عمرك. بس والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نتقابل في ماتش تاني.